السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ أول فيديو في سلسلة الجامعات الأهلية وتفاصيلها ومصاريفها والنسبة اللي بتقبل بيها وإزاي تقدم فيها وكل التفاصيل بتاعتها. بس قبل ما أبدأ، أي حد محتاج أي مساعدة في التقديمات أو يسأل في الجامعات الأهلية أو عن الجامعة اللي أنا هتكلم عنها أو أي حاجة، يبعت لي على الانستجرام وأنا برد على كل الناس واحد واحد. هيلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو لأصحابك عشان الكل يستفاد. الجامعة اللي معانا النهارده هي جامعة شرق بورسعيد الأهلية. تعالى أوريك الجامعة الأول وبعد كده نخش في كل التفاصيل. بص يا صديقي، جامعة شرق بورسعيد الأهلية هي جامعة من الجامعات الأهلية اللي لسه مبنية قريب. فيها ميزة إن مدينة بورسعيد من المدن الصغيرة، فالناس اللي بتقدم في جامعة شرق بورسعيد السنة اللي فاتت كانوا عدد قليل، فبتاخد من مجاميع أقل من الجامعات التانية بحاجة بسيطة. تعال نخش في الموضوع على طول وأعرفك إيه الجامعات اللي موجودة فيها وبتاخد من كام. كان السنة اللي فاتت موجود فيها طب بشري، صيدلة، هندسة، حاسبات، وكلية تكنولوجيا علوم صحية. السنة دي ضافوا عليهم كلية آداب وكلية علوم أعمال اللي هي تجارة أو بيزنس. نبدأ واحدة واحدة بكلية طب بشري. كلية طب بشري كان الحد الأدنى اللي مكتوب السنة اللي فاتت 75%، بس الجامعة أخدت بتنسيق داخلي لحد 83%. في ناس دخلت بأقل من 83% اللي هي الناس المحولين والشهادات الخارجية. كان مصاريف كلية طب السنة اللي فاتت 110,000، السنة دي هتبقى 120,000. طب المتوقع السنه دي في التنسيق الداخلي ان هو يكون 83.5% او 84%، وده التوقع بتاعي انا. السنه اللي فاتت كانت كليه الطب بس هي اللي اخذت بالتنسيق الداخلي. كل الكليات الثانيه اللي موجوده في جامعه شرق بورسعيد ما اخدوش تنسيق داخلي، اخدوا الحد الادنى. نخش على تاني كليه وهي كليه صيدله. صيدله السنه اللي فاتت اخدوا لحد 70%، كانت مصاريفهم 80,000 في السنه، و70% ده كان الحد الادنى واخدوا الحد الادنى. بعديها كليه هندسه اخدوا لحد 65%، وبرده ده كان الحد الادنى وكانت عامله 60,000 في السنه. بعديها كليه تكنولوجيا علوم صحيه كانت بتاخد لحد 55% وكانت عامله 35,000 في السنه. دي الكليات اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت. موجود السنه دي كليه اداب وكليه علوم الاعمال اللي هي بيزنس يعتبر. كليه اداب لسه ما تحددش النسبه بتاعتها لان هي لسه هتبدا اول سنه السنه دي، فمالهاش تنسيق السنه اللي فاتت، بس المتوقع ان هي تكون ب 40,000 في السنه. والتوقع دوت بنسبه كبيره لان انا اصلا موجود في جامعه بورسعيد ونازل اخبار كتير جدا عن ان هي هتكون بالسعر ده. بعدها كليه علوم الاعمال اللي هي كليه بيزنس لسه ما نزلش تنسيقها السنه دي لان هي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، بس برضه متوقع ان هي تكون ب 40,000 في السنه. ودي كانت الكليات اللي موجوده في جامعه شرق بورسعيد الاهليه. واللي حابب يسال عن اي حاجه ممكن يكتبها تحت في الكومنتس او يدخل لي دايركت على الانستجرام، هيلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. واستنوا باقي الجامعات بالتفاصيل بتاعتها والمصاريف بتاعتها والنسب اللي اخدتها السنه اللي فاتت والتنسيق المتوقع السنه دي. اي تفاصيل بنزلها في ستوري الانستجرام، فاتاكد ان انت موجود على الانستجرام.